السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معكم الدكتورة آية القاضي. النهاردة الفيديو ده هنتكلم فيه عن المكملات الغذائية اللي دايما الناس بتسألني عنها، يا ترى إمتى نحتاجها، وكمان هوريكم أمثلة عليها، ونبقى نتكلم باستفاضة عن كل حاجة في فيديوهات قادمة إن شاء الله. عندنا أول حاجة زي فيتامين سي. فيتامين سي ده مهم للمناعة والبرد، ومحضرة لكم مثلا كم مثال زي السي ريتارد، أقراص. في أقراص ليها مكتوب عليها أسكوربيك أسيد، دي غنية بفيتامين سي. وفي الروتا سي برضو في نسبة من الأسكوربيك أسيد اللي هو الفيتامين سي. وفي أنواع فورات زي مثلا الفيتا سيد، أقراص. وزي برضو السيفامول، أقراص. وزي السي في تي، الأقراص. دي كلها أنواع علاج فيها الأسكوربيك أسيد أو اللي هو الفيتامين سي. ودي قلنا مهمة إمتى؟ في حالة إنك عاوز تزود المناعة وفي حالة البرد. في حاجة تاني اللي هي زي الأوميجا. الأوميجا 3 دي مثال. عندنا الأوميجا 3 بلس أقراص، دي بتساعد على إنك تحافظ على صحة القلب والمخ. طبعا بتدعم وظائف المخ الأوميجا. في برضو الكالسيوم وفيتامين د، ده مهم لصحة العظام والأسنان. أمثلة عليها عندنا الكالسيترون، أقراص، في نسبة كبيرة من الكالسيوم. وفي حاجات تاني مع الكالسيوم، بس أكتر حاجة متوفرة في الكالسيوم. وفي الدافاليندي في الدافاليندي أقراص، ودي دب أقراص. دول بيكون متوفر فيهم فيتامين د بكمية يعني بتركيز أعلى حاجة فيهم. الدافاليندي بيكون في منه تركيز 1000 وحدة، وفي 5000 وحدة، وفي 10000 وحدة. والدي دب ده برضو نفس النظام، في 1000 وحدة و5000 وحدة و10000 وحدة، وبقى نتكلم عنهم باستفاضة في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وفي برضو عندنا مكملات غذائية لحالات الأنيميا، زي عندنا الفيروجلوبين أقراص والفيرولترون أقراص. دول بيكون فيهم نسبة حديد عالية، وبرضه هنبقى نتكلم عنه باستفاضة إن شاء الله في فيديوهات قادمة. وخلينا دايما فاكرين إن المكملات الغذائية بأنواعها مش بديل عن الأكل الصحي، بس دي حاجة مكملة لدعم الجسم أو لو في نقص. ولازم قبل أي استخدام لأي نوع منهم إنك تستشير الطبيب عشان تستخدم النوع المناسب ليك وبالجرعة المناسبة.